ازاي تعمل فيديو علمي عشان تشارك بيه في مسابقه ما وراء الكون لتبسيط العلوم واللي جوائزها بتوصل ل 45000 جنيه. بالمناسبه لو عايز تقدم في المسابقه دي هتلاقينا حاطين اللينك، والحق قدم بقى عشان ديدلاين المرحله في يوم 20 اكتوبر. في الفيديو ده هكلمك عن ازاي تختار الموضوع وتجيب معلومات عنه من مصادر موثوقه. اولا وقبل اي حاجه محتاج تحدد الفيلد اللي هتتكلم فيه، وفي الغالب هيبقى احسن لو اخترته من مجال دراستك او مجال انت مهتم بيه وعندك خلفيه عنه. ده هيسهل عليك فهم المعلومه واستيعابها وصياغتها، وكمان عشان تتاكد من صحه المعلومه، لانك قبل ما تطلع تقدم معلومه للناس لازم تكون متاكد منها 100%. طب ده كده لمجال البحث. طب بالنسبه للمعلومه نفسها، حاول دايما المعلومه اللي تجيبها تكون معلومه مثيره للاهتمام وتبهر اللي قدامك. حاجه انا متاكد ان انا قلتها قدام 100 شخص بشكل عشوائي هلاقي على الاقل 90 منهم اول مره يسمعها، او حتى تفصيله صغيره جديده تشدهم ليها، بحيث لو انت عارف عنها من زمان تبقى برضو متشوق تسمع وتكمل الكلام للاخر. ولو انت ذكي شويه بقى هتربط الكلام ده بترند مشهور، الشاطر اللي يعمل من البحر طحين، واللي هو حاجه باينه عاديه او واضحه قدام الكل، لكن تعالوا من غير كلكعه اقدمها لكم باسلوب بسيط. لو مش قادر تجمع داتا مبدئيه عن الموضوع ففي تيبس صغيره كده هقولها لك. الزتونه يعني، ادخل على اي حاجه مثلا ليها علاقه بالاي اي زي شات جي بي تي واطرح عليه الحوار بشكل مبدئي، هيفيدك بديتا تبني الاساس بتاعك، وده لا يمنع طبعا انك تتاكد من المعلومات اللي هيديها لك. بعد كده تقدر تروح تدور وتقرا بشكل مفصل، سواء مقالات علميه او بيبرز نشرت في مجلات عالميه زي المواقع دي. ولو البيبر مش ظاهر لك كامله يعني عشان بفلوس او كده، فخد تيب كمان، ادخل على ساي هاب وتقدر تحط اللينك بتاع البيبر بتاعتك وهتجيلك كامله فور فري. وبما اننا طلبه وصعب قراءه الساينتفك بيبرز بالنسبه لنا، فممكن تروح لواحد من المواقع دي وتخليه يساعدك في قراءه البيبر ويشرحها لك كمان. مهم قبل اي حاجه بعد مرحله الريسيرش دي تكون فهمت المعلومه بالكامل، بحيث ما تحطش في السكريبت بتاعك حاجه مش فاهمها عشان ما تتمسكش عليك. خليك ذكي، وطبعا راقب عمل الوقت عشان ما نزحمش في مده قليله، وحاول توزن بين طول السكريبت عشان يتوازن مع طول الفيديو. وفي النهايه بقى ما تنساش تتابعنا عشان يوصلك كل جديد.